الفرق بيننا وبين الغرب هي الغيرة. هي ايوه، انا كنت لسه هسألك عن الغيرة. الغيرة يعني احنا الفرق ان اكون انا حبيبتي او مراتي او اختي او امي، الغيرة على العرض. مم. فدايما اكون شايف ان دول من شيم الرجال ان هو يحافظ عليهم. مش مقبول ان الاقي نظرات او اي حاجة مش موجودة في مجتمعنا ما تربناش عليها. مم. في ناس تقول لك طيب انت هناك انت شايف ان الغرب عندهم مميزات وعندهم عيوب. مم. فانا شايف ان ما اروحش اخد العيوب بتاعتهم صح. واقول ان انا كده انسان متفتح. الانسان المتفتح هو الانسان اللي بيتناقش، صح. اللي بيعرف يستوعب اللي قدامه. لو حتى قراري انا هاخده مش بصيغة الامر، مم. هاخده بالصيغة اللي تخلي قدامي يقتنع بيه. صح. والاقناع ده فن لوحده. اكيد. فدي وجهة نظري في الموضوع ده. اكيد. الغيرة حب من غير غيرة هو مش حب. بس الغيرة درجات برضه يا عبد الله. يعني يعني انا بصراحة بحس انه الغيرة الاوفر هي تعبير عن عدم الاستحقاق وعدم الثقة بالنفس. الغيرة الاوفر يعني ليها بعض منها صحي. مش موضوع صحي. خلينا نكون متفقين. هي بتبقى على منشأ الشخص نفسه، طريقة تفكيره، تربيته، بتختلف من حد لحد. آه الغيرة هي تعبير عن مشاعر موجودة للشخص اللي قدامك بشكل معين. مم. الغيرة ممكن تخلي علاقة تبقى طعمها حلو جدا، ممكن تفسد علاقة. بالظبط. انتي بتقولي الغيرة عن اللزوم هي اوتوماتيك بتتحول لشك يعني. مم. شك في تصرفات، في لبس، في اسلوب، في كلام. مساحة الثقة دي مهمة جدا. لكن السؤال المتكرر في بعض الامور مهم، والسؤال المتكرر في بعض الامور التانية مؤذي، مم. بيأذي الشخص. لو حد يعني لو الشك دخل بين اي اتنين، فدي بتبقى بداية النهاية. صح. فالغيرة هي سلاح ذو حدين. غيرة لازم تكون موجودة، بس هي بتبقى أحلى حاجة. دايما الست دايما بتحب تشوف الإنسان اللي معاها بيغير عليها. خلينا نتخيل إن في حد ما بيغيرش على حبيبته ولا على مراته. لا، ومرفوض. محدش فينا بيحب ده ما خالص. ينفعش. اه. الستات أو البنات أو النساء، فكرة إن الراجل ما يغيرش، هما نفسهم بيشكوا إن هو بدأ لسه صح. بيحبهم. مش عارف. دي حقيقة. فهو دايما الغيرة هي جدل. مم. انت ما بقتش تغير عليا، انت ما بقتش تحبني، انت بتخنقني، بتغير زيادة مم. عن اللزوم. طبع الانسان هو الغالب في الموضوع ده. لو قبلتي بيه تكملي بيه، ما قبلتيش بيه مم. خلاص. صح. ما تجيش تقولي لا انا اتخنقت. مم. طب ما انت عارفة طباع الشخص اللي قدامي. كل واحد، ما فيش حد هيوجه حد يحب ازاي، مم. لكن في حد هيحاول يتفهم عيوب اللي قدامه ويحاول يغير منها شوية. صح. وكل ما زاد درجة الحب كل ما كانت الغيرة أعلى. مم. بس كل برضو ما زاد التفاهم اللي بينهم هيبقى فيه كنترول على الغيرة دي. كنترول عليكي انتي، مش على اللي يعني انا لو حواليكي. بحب اصلا بني ادم مش هبقى مدية مجال مش ان انا موضوعنا دلوقتي، اضايقه. مش موضوعنا هيبقى دلوقتي. بيغير بس من غير ما خلينا اضايقه. نقول ان في حد بيحب حبيبته جدا او مراته جدا وهي بتشتغل. مم. هل الانسان او الانسانه دي مش معرضه ان حد يكون معجب بيها؟ اكيد. طب انا لما اكتشف ان انا حبيبتي في مكان وفي 2 3 معجبين بيها، مم. وضعي يبقى ايه؟ شوفي اسئله هتبقى صعبه جدا، اكيد هتتضايق. واجاباتها اصعب. اكيد هتتضايق. هتيجي المرجع هيقول ايه؟ بس انا بحبك انت، مم. انت بتثق فيا، انا بثق فيكي بس مش بثق في اللي حواليكي. مم. فاجي اقول لا انا مش عايز الشغل ده.
هنخش بقى في قصة بقى ان انا عايز اشتغل وانا. مم. فهي قصة طويلة محتاجة في بداية العلاقة يكون في بعض الأسس عليها مم. بتريح الكل. انا عايز اسالك بقى حاجه خبيثه شويه. خبيثة صراحة. ملهاش علاقه ملهاش علاقه بالحب. أوكي. مع او ضد شغل المرأة؟ مع أو ضد شغل المرأة؟ ده سؤال قوي. خبيث صح؟ سؤال قوي. أسبابه إيه؟ مم. يعني إيه أسباب شغل المرأة؟ لا، في رجاله بتبقى عايزه، انا عايز مراتي تشتغل لمجرد ان هي تبقى بتشتغل. مش أنا. مم. شوفي، برافو يا عبد الله. بيت، برافو يا عبد الله، انا فخوره بيك بجد والله العظيم. البيت هو أساس، أو الأساس بتاعه هي الزوجة. مم. صح. مين هيربي؟ مم. مين هيوجه؟ مم. مين هيعمل قوانين البيت؟ مم. الراجل دايما بيحب يرجع يلاقي مراته موجودة أو أطفاله موجودين حواليه. مم. أنا بشتغل وأنتي بتشتغلي، وإلا الأولاد في المدرسة أو في الحضانة، خلي الحضانة تربيهم بقى. مم. مم. هتتابع أولادك إزاي؟ مم. طب أنا مش هتابع أولادي، أنا أنتي عيوني. مم. حتى العلاقه بين الراجل والست، العلاقة انتهت. ما هو بصي، علاقة إن واحد يكون متجوز ومراته بتشتغل دي علاقة انتهت. ليه؟ مفيش وقت لأي علاقة، مفيش وقت لأي كلام، مفيش وقت لأي حاجة. احنا طول النهار في الشغل. انا برجع عايز انام وانت بترجعي تعبانه عايزه تنامي، اذا كنا بلس بناكل. تأثير الشغل على الست وتأثير الشغل على الراجل كمان. يعني شغل الست على الراجل بيخليه ان هو يشيل ايده من مسؤوليتها اصلا، فما بيحسش بالمسؤولية تجاهها، مم. وهي كمان بتحس بالمسؤولية تجاه نفسها، فالذكورة بتعلى عندها. التحرر. تيجي تكلمني الاستقلالية تقول لي والتحرر. مثلا ايه، انا اخش البيت الاقي مثلا جابت كذا وكذا وكذا وكذا. انا زيك. انت بتشتغل وانا بشتغل، انت بتصرف وانا بصرف. بليز يا بنات اسمعوا كويس، لانه كلكم فاكرين انه اهو عبد الله شاب مطرب منفتح، وهو مش مع شغل المرأة خالص. لان انتوا فاكرين انه انا لما اتعلم وانزل واشتغل وانجح واستقل انا كده هبقى مبهرة. في لغة حوار. لكن في حد يقول لك لا 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 لا، انا مراتي ما تشتغلش. مجرد الكلام بالطريقة دي الموضوع انتهى. هي مش هتسمع، مش هتقتنع. لما يجي تقول انت دلوقتي لما تشتغلي الاولاد مين هيربيهم؟ طيب مش مفروض ان ده بيت؟ انت مسؤولة الاولى عن البيت. انت بتطلعي اولادنا، او انت بترتبي حياتنا بشكل كويس. اذا كنت انا بشتغل بره فانت بتشتغلي جوه. صح. وبتاخدي حقوقك كاملة. ده انت بتاخدي حقوقك من احترام ومن من التقدير. لكن انت لما تشتغل، انا دايما باصص للموضوع بوجهات نظر مختلفة شوية. دايما رايح لفكرة تربية الاولاد. دي تربية. احنا بقينا في عصر، يعني انا دايما بقول ان انا الجيل بتاعنا هو جيل اخر جيل اللي خد بدور على لفظ لائق يعني اهتمام. لا، خد الأصالة. اللي اتربى على أفكار مش موجودة دلوقتي. إن الواحد لما يشوف حد كبير يقف احترام، يلف في شارع ورا، تنزل تلعب ربع ساعة تطلع هي ربع ساعة. صح. عدم التأخير هو عدم التأخير. كلمة لأ ما فيهاش نقاش كتير. القناعة بأي حاجة، بالفلوس أو بالأكل أو بالشرب. صح. فكرة ان الواحد ما يحطش المعلقة في طبقة غير لما العدد يكتمل. دي حاجات كلها دلوقتي خلاص كل واحد بياكل في اوضته. انا شخصيا بقيت كده دلوقتي. انا بقيت عايش لوحدي اصلا يعني. فبقيت خلاص بقى وقت ما اكل. لكن ساعتها لا، كان في مثلا الساعة 2 احنا غدا. الساعة 2 يكون الكل قاعد، احنا قاعدين كلنا. فكرة ان في اشياء مقدسة. في حد توفى حتى لو جار، في فترة طويلة تقريبا التلفزيون متفتحش يعني.
غطوا التلفزيون. ما ايوه. ولو اتفتح لأي حاجة بتوطي التلفزيون وهو قاعد مكسوف شوية كده. دي دلوقتي عادي، حقيقة. أنا خرجت من العزا حاطط السماعات في وداني وبسمع الأغنية الجديدة. مم. في حاجات الأجيال دي مش عايز أقول مش عايز أظلمهم، يعني هم ناس محترمة طبعا وأجيال محترمة، بس هم مش مؤسسين زي ما احنا مؤسسين. دي احنا حقيقة. ما زلنا عندنا نقطة الاحترام والتفاهم وتقدير الغير، ليها مكانة جوانا. لكن دلوقتي يعني العلاقات الأسرية بقت تيكاوي. دي حقيقة عايز للأسف. أكلم أخويا بعت له على الواتساب، هو قاعد في الأوضة اللي جنبي. صح. بس عايز أطمن على حد أتكلمه فيديو كول، مش لازم أجيلك البيت يعني. صح. عايز أعزي حد بكتب له البقاء لله على الفيسبوك. عملت اللي عليا. طيب خلينا بقى نسمع حاجة ونفصل ونرجع تاني للحب والإحساس، وسمعنا حاجة بقى يا عبد الله. خلينا نقول حاجة لوائل كفوري. يا ريت. أرجوك. في أغنية في اللايف على طول طلب مني، ما أنا في ناس هتتفرج يقولوا ليه ما غنيتش وائل كفوري. سألوني الله. سألوني أنا شو مغير في صوتي وجهي يما جفوني أو نظرة عيني، أنا فيني لا ما تغير شي، قلبي عاشق هيدا الشي اللي بس تغير فيه. سألوني أنا شو مغير فيه صوتي وجهي يما جفوني أو نظرة عيني، أنا فيني لا ما تغير شي، قلبي عاشق هيدا الشي اللي بس تغير فيه. تالي لا لي لا تيرارا تيرا تتارا تتارا تاري لا لي لا لي لا لا تيرا تتارا تتارا. لما نظراتك حاكوني أنا شفت الدنيا أحلى من نظرة حب